السلام عليكم، اخوكم ياسر الكهربائي. عندي هذا راح اتكلم عن هذا الفيديو. هذا تأسيس سيمنز مثل ما تشوفون. تعقيبي او كلامي على هذا الفيديو اللي يشتغلون بالجص البورق او الاسمنت او الحجر او السيراميك، يعني صراحة خلي يراعونه. شوف هذا ما شاء الله شغل، حتى الرجل غاسلهن. اول ما طبيت ما عرفته، قلت له رحم الله والديه لصاحب هذا البيت، قلت له رحم الله والديه اللي اشتغل هذا الجص. فبعدين قال لي هذا الرجال تعرفه انت؟ الولد اسمه انمار ابن منطقتي. تعقيبي على اللي يشتغلون الجص البورق، رجاء بوعي. هسه اني شوف عيني راح اقول له رحم الله والديك وجزاك الله الف خير على هذا الشغل النظيف. ها اكو بعد تكمله. هسه هذا جص وصابغه هياته. هذا عيني، شوف عيني مخليها ويا الواجهه عدل. هذا هيات السقف سندويج، وهذا مسويه ومسوي له هذا الجسر اللي تلقتنا شخاطه. فهنا راح يصير مصباح، هنا راح تصير مروحه، هنا راح يصير مصباح. وهذا هماتي التكمله. نوصي صاحب المنزل، بس صاحب المنزل مرات ينحب الشغل. عيني هذا سيوف الوريد. شو اخبارك سيوفي؟ عيوني هذا صاحب البيت. الحمد لله. عيوني الله يسلمك، حياك الله. عيني هاي رسالة لأي واحد يشتغل بالجص إذا يشوفوني، وأي واحد يشتغل شغل عدل أقول عليه رحم الله والديه وجزاء الله ألف خير ويحفظ الله على الشغل العدل. حياكم الله، أخوكم ياسر الكهربائي.